شوف هذه المسيرة تاع الشعب المغربي اللي دعم فلسطين ولبنان وهاد الشعوب هادو. شوفوا الشعب المغربي الحر اللي عنده الحرية التامة في بلاده، الحرية التامة في المغرب، ماشي بحال هادوك بوصبع المبردع اللي ما عندهمش الحق وفيهم غير الكذوب وتابعين دايرين فلسطين ظالمه ولا مظلومه ولا ما كاين والو. عمرنا ما شفنا شي مسيره في الجزائر، عمرنا ما شفناها. ما كانش اللي يخضر فيهم غير بلا 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 بلا، هذا الشيء اللي فيهم، ما كانش حاجه اخرى. ولكن شوف المغرب كيفاش داير، وشو الحريه التامه. وغادي يفهم لكم واحد جزائري حر، غادي يفهم لكم مليح، واسمعوا وشوفوا. شوفوا معنا هذا الفيديو راجعين. مسيرة ضخمة. وين المغرب دعما لمن؟ لغزة ولبنان. ماشي كنتوا تقولوا لنا صهاينة العرب مانيش نتملق، باك تقولوا تملق، انا واقع راني نسرد لكم فيه. ياك قلتوا لنا باللي هادو مطبعين وجابها مسيرة ضخمة، ما كان بوليس يضرب فيهم، ما كان واحد منعهم، ما كان حتى واحد دارها. ورانا حنا اللي ماشي مطبعين. كاش ما شفتوا مسيرة، كاش ما شفتوا مسيرة دعما لغزة ولا دعما للبنان ولا هايا. وماشي غير حنا والاخرين اللي كيف ها حنبابك هذه تاع طبعوا خوانا ومنا سقطت في الماء. خاطر ما مني مطبع مع ايران كيف التطبيع مع ايران وذيولها في المنطقة خيانة. نفس التطبيع مع اسرائيل، بالك التطبيع مع اسرائيل شوية اهون على ايران الناجزة. كاين بزاف ما يعجبوش هذا الكلام، هذه هي الحقيقة. ايران انجز من اسرائيل. ايران محتلة 4 عواصم عربية، قتلت ودمرت وهجرت. بصح بربي ان شاء الله دكتور يرجعوها لحجمها الحقيقي. العرب عائدون باذن الله، العرب ان شاء الله باذن الله سيعودون، ويعودون لمجدهم السابق ان شاء الله. احنا اللي ما خلاوش العرب يتطوروا ويزدهروا، والله ما اسرائيل غير هذا الشيء عن اندال، هما اللي حطموا الاوطان العربيه. خير دليل 4 عواصم شتو واش داروا لهم الاخيره، المدينه الجميله الاخيره غزه. دمروا المقاومه وما عاونوهمش بقرعامه، غير اللهف والفقاعات الاعلاميه الشيعه عندها. شكرا لاهلنا في المغرب، تحياتنا لكم. قبل على جبين كل واحد شارك في هذه المسيره دعما لاخواننا في غزه ولبنان. ان شاء الله بربي مجد العرب سيعود باذن الله. غير بعد ان شاء الله الظالمين اللي منا يضربوا، الظالمين اللي منا ويرجعوهم لحجمهم الحقيقي، والعرب يرجعوا المجدهم الضائع. ما نقولوش المجد حاجه واحده اخرى، نقولوا المجد الضائع ان شاء الله. السلام عليكم.